انا يعني ليه عايز اتكلم معاكي؟ لان انت مثال دايما اللي انا بقوله يا جماعه، مش كل واحد بيقول اه يا ربيتي نجري نعمل عمليه. بالظبط بالظبط. وانت لما كنت داخله كنت متضايقه وزعلانه، والحمد تعبان لله الحمد الامور لله. هتمشي كويس. الحمد لله. لانك انت اللهم احفظنا عملوا لك في 2019 مفصل للركبه، وبقالك 5 سنين ركبتك مفروده، مش عارفه مش عارفه مش عارفه مش عارفه تعملي حاجه، اتحرك، مش عارفه حتى اتحرك. والعياذ بالله بدات تسخن ونعمل لنا جلطات، وانا لسه معلق لك مضادات حيويه. عايزك تحكي للناس، كنت بتتوجعي زي اي حد عنده خشونه؟ الم بسيط جدا بسيط طيب جدا عمر. احكي للناس، ودي التمريض قاعد وكل الناس شاهده اهوت. احكي ست الكل، لان دي امانه امام الله. في ناس مش محتاجه العمليه وبتعملها بتقع في المشكله. للاسف للاسف. قوليها، لان انا بقالي اكتر من 15 سنه بقول للاسف. المفصل له مشاكل. ايوه. احكي للناس بص حضرتك، وكل الناس ان شاء الله ربنا هيعافيها بسبب كلمه منك، وخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بص حضرتك، انا كان فعلا كان عندي الم بسيط جدا، ما كنتش بقدر امشي، بس حاجه بسيطه، مش حاجه مش جامده جدا يعني، ما كانش سهل كل حتى. انا عندي واحده صاحبتي قالت لي انت عمري ما سمعت كنت بتشتكي ان هي من ركبتي. بتخشي حمامك وبتصلي وبتمشي كل بس حاجه بشويه وجع لما نقعد وندي نستريح. بالظبط. بصراحه كل اهلي قالوا لي ما تعمليش العمليه، انا اللي اصريت، انا خفت. انا كنت فاكره ان العمليه دي هتريحني. الناس بتخش تعمل عمليه عشان تستريح مش عشان تتعب. حتى اخويا دكتور برضو قال لي بقى انا قلت لك ما تعمليش عمليه، ومين اختي قالت لي ما قلت لك ما تعمليش عمليه، بس انا اصريت قلت لا ده انا هعملها، ايه المشكله يعني؟ فقلت حاجه بسيطه هتتحل مش مشكله. المهم ان انا طبعا عملت عمليه للاسف. بعد ما عملت العمليه ما عرفتش امشي خالص خالص خالص. قعدت لفيت مصر كلها، الدكاتره من شمالها والله رحت مهندسين احمد عبد العزيز، كلهم قالوا لي كويسه زي الفل، الاشعه زي الفل. واحد بس دكتور واحد وهو صغير اكتشف انها محطوطه، المفصل كان محطوط غلط. مفصل محطوط معوج او ما عرفت، ما تفهمش بقى وقع ولا سبب بقى في الركبه نشفت كده وملتهبه، واحنا النهارده كمان كنا قلقانين ان يكون والعياذ بالله يكون في جلطه، ركبتك تحت كمان واصله سخنه بدات توعي. بقع كتير جدا، ووقت بقع من ساعه ما عملت عمليه بقع فوق ال 50 مره. اضطريت ان انا اعيدها تاني، عدتها تاني في نفس التاني بعد سنتين، عدتها تاني. اللي انا بقوله بيتغير وما بيفلحش. ايوه عدتها تاني في 21 تاني، عملتها مع الدكتور تاني كبير برضو بتاع شال وحط واحد تاني. شال بس الجزء التحتاني. طيب احنا قدر الله ما شاء فعل، احنا ان شاء الله هنعالج الالتهاب اللي حاصل ده وعامل مشكله، وهنبدا بالمضادات الحيويه زي ما عملنا لك النهارده. هنبدا نشوف الدوره الدمويه ونشوف الالتهابات دي. انت بقيتي في رقبتنا خلاص، ما تقلقيش. ربنا يخليك يا دكتور. وهنبدا معاكي علاج طبيعي، وهنبدا معاكي تفاصيل كويسه. ايوه علاج طبيعي، انا محتاج علاج طبيعي. انت في رقبتنا، وانت دايما كده، انت كلمتك اسمك حلو، نهايه سعيده، فدايما هتقابلي النهايه السعيده. يا رب يخليك دايما هتستريحي ان شاء الله. ما تشيليش هم. في علاجات هنمشي عليها وهنعيد التحليل تاني، وهنبدا معاكي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا دكتور.